السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده. ان شاء الله خلصنا بقى معانا الاستريبس اهو، ما شاء الله جميل جدا. وطبق مكرونة كده، فيديو سريع وسهل هيعجبك ان شاء الله. نفذي طريقته وهتلاقي الطريقة هتعجبك بإذن الله. نقول لحبايبنا بقى اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، اضغطي عليها يظهر لك الجرس، اضغطي على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا ندخل بقى في الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الكلام الجميل ده ازاي. بصي ما شاء الله، معايا كيلو بانيه، صدور فراخ مقطعاها شرايح كده زي البانيه، ومقطعاها كده ايه، حتت طويلة عشان هنعملها ستريبس بالطريقة دي. خليها رقيقة شوية مش تخينة قوي عشان هتطلع معانا كده مقرمشة وحلو. غسلها طبعا بالدقيق والليمون والخل، ونقعتها في ليمون تاني. بصي ما شاء الله بالطريقة اللي معايا دي. لو جبتيها بقى قطع بانيه، قطعي البانيه برضو كده بالسكينة ايه، طويل زي ده. هنديله تتبيلة سريعة كده وسهلة وجميلة، وهتديله طعم مختلف خالص. معايا هنا كوباية لبن او حليب، حطيتها كده في البولة معايا. هنديلها البهارات بتاعتها. هنضيف ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كمون، دي ربع، ما نتقلش بقى البهارات عشان ما تديش تغلب على الطعم كده ويبقى كله بهارات. ربع كركم، الكركم بقى بيديله اللون الاصفر المقرمش الحلو ده. اللي حابب بقى يحط شطة يحط، مش حابب خلاص دي حسب اختيارك. وربع معلقة ملح. هنقلب كويس. هندي بقى الحليب كده، هندمجه في البهارات. بصي عطانا لون جميل ازاي. وهنضيف بقى القطع حبة حبة كده ونقلب. اهم حاجة بقى في الوصفة دي، اهم حاجة اللي هتدينا الطعم الجميل اللي احنا عاوزينه، اللي الستريبس يفضل في التلاجة شوية، اقل حاجة تسيبيه ساعتين. ويفضل لو عملتيه من قبلها بالليل، نقعتيه كده في الخلطة وسبتيه لتاني يوم، بيدي طعم بقى مختلف وجميل جدا. هنقلب برضو كويس. هنضيف الكمية. واهم حاجة طبعا في اي حاجة بنعملها في اللحوم والاسماك، الغسيل والنقع. الدقيق يا جماعة ما شاء الله ممتاز مع الملح والليمون في نقع اي لحوم. ضيفي معلقتين دقيق على اي حاجة وشوفي بقى النتيجة بتاعتها. بصي ما شاء الله كده جميل جدا اهوت. هنغطيه بقى بكيس بلاستيك او طبق، اي حاجة موجودة عندك، وهنحطه في التلاجة اهم حاجة ساعتين. هندي بقى على الوش كده ايه اللي هتدي معانا بقى تيست عالي خالص للستريبس، ربع معلقة 7 بهارات، هتوديكي بقى في مكان تاني. هنعمل بقى التتبيلة بتاعت القلي بتاعتها، بتاعت الستريبس. هندي بقى بهارات كده مع النشا مع الدقيق مع الفيجيتار، هتدي طعم جميل جدا. معايا بقى كده التسبيكة بتاعت المكرونة، اكيد كلنا عارفينها اللي هي بتتعمل ازاي. وبسلق المكرونة معايا اهي ما شاء الله. لسه منزلاها في المية. بصي معايا في الطبق ده ضفت ايه، ضفت نص كوباية دقيق، عليها ربع كوباية نشا، وعليها معلقتين فيجيتار او بقسماط مطحون. الخلطة كمان مرة، نص كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، معلقتين فيجيتار. وحطيت عليهم بقى النشا عشان تقرمش معانا كده الستريبس. بصي اللون بعد ما حطيناه في التلاجة غمق كده وبقى اصفر وجميل. وحطيت عليها ربع معلقة كمون، فلفل اسود، شوية ملح مش كتير عشان نعمل حساب التتبيل. وهعمل بقى الخلطة كلها كده، اعمل الكمية مرة واحدة عشان ايه ما بهدلش الدنيا كل شوية.
وفي زيت بقى سخن كده جامد ما شاء الله، ونيجي نازلين مرة واحدة بيه عشان يدي معانا الطبقة المقرمشة اللي فوق. جربي الطريقة دي هتعجبك، وطعمه بيبقى مختلف والولاد بيفرحوا بيه قوي. وما تنسيش لايك بقى للفيديو فضلا وليس امرا،